بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صلوا عليه وسلموا. كراكم أخواتي وأمهاتي، إن شاء الله تكونوا قاع بخير وبأحسن الأحوال إن شاء الله. كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة سهلة واقتصادية، إن شاء الله تجربوها في هذا رمضان وتقولوا لي كيفاش جاتكم. وبلا ما نطول عليكم نروح للمكونات والطريقة تاع التحضير. وما تنسوش البنات خلوا لي لايك للفيديو إلا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. هنايا في طريقة تاع التحضير نبدو بهذاك المرق هو الاول. عندنا هنايا حوالي 3 ملاعق كبار تاع الزيت. عندنا حبة تاع بصل متوسطة، يا اما تربوها ولا تقطعوها على هذا الشكل. عندنا هنايا واحد القطع تاع الدجاج، هنايا اللي عندكم صدر ولا الفخذ ولا اي دجاج عندكم ممكن تستعملوه في هذه الوصفة تاعكم. هنايا نقلو مليح هذاك البصل مع هذاك الدجاج حتى يتقلو، تبدا تدخلهم هذيك حتى يتحمروا مليح. عندنا هنايا حوالي ملعقه صغيره تاع الكركم، عندنا نص ملعقه تاع الفلفل الكحل ونص ملعقه تاع السكنجبير ولا الزنجبيل. غادي نكملوا التقليه تاع هذاك البصل مع هذاك اللحم كما قلت لكم حتى يبدا يذبل معنا هذاك البصل، وحتى اللحم يبدا يتحمر معنا شويه. هنا غادي نضيفو حوالي كيلو وحده تاع الجلبان، وغادي نضيفو كيلو ونص تاع الماء، من كيلو ونص حتى لزوج كيلات تاع الماء. وهنايا بعد ما غادي نسقوها نديرو الملح يكون على حساب على حساب الذوق، ونبلعو عليها ونخلوها طيب تماما. هنا هذا المرقه تاعنا ماناش غادي نكثروا فيها الماء هكا باش تجينا عاقده وما يجيناش هذاك المرق بزاف. هنايا بعد ما طيب هذاك الدجاج غادي طيب المرقه تاعنا ويطيب هذاك الدجاج، غادي نقلعوا منها هذاك الدجاج نقلوه ولا نديروه في الفرن كيما تبغوا نتوما. هنا الملح يكون ديما على حساب الذوق، نبلوا عليها ونخلوها طيب ونروحوا للكروكات تاعنا. هنايا في هذوك الكروكات ولا هذوك الايجاسات اللي شفتوهم في الاول، نحتاجو هنايا حوالي 3 حبات كبار تاع البطاطا. غادي نغسلوهم ونقوهم، نديرو فيهم شويه ملح ونخلوهم يغلو حتى يطيبوا تماما. هنا نديروهم يغلو حتى يطيبوا تماما كما راكم تلاحظوا فيهم. بعد ما يغلو نصفوهم مليح من الماء. هنا ما لازمش يكون فيهم قطره واحده تاع الماء، هنا الا كان فيهم غير واحد شويه تاع الماء غادي يخسروا لكم وينحلوا لكم في وسط المقله. هنا لازم تصفوهم في كسكاس وتخلوهم يقطروا مليح من هذاك الماء تاعهم. هذه هي باش تنجح معنا هذه الوصفه. هنا غادي نرابوهم ولا نمرسوهم غير بالفرشيطه، ما تستعملوا لا اداه لا حتى حاجه. في الاول استعملت هذيك ومن بعد قلعتها وكملت بالفرشيطه خير هكا باش الكروكات تاعنا هذوك يجونا ناجحين. غادي نديرو هنايا التوابل، درنا كيما راكم تشوفوا واحد شويه برك تاع الكركم غير شويه على راس المغرف، وشويه تاع الفلفل وشويه تاع الكمون، ونديرو 2 ملاعق كبار تاع المايزينا النشاء، 2 ملاعق كبار تاع النشاء في 3 حبات كبار تاع البطاطا. هنايا غادي نعجنوها كيما نعجنوها حتى يتشكل معنا هذاك حتى تدخل معنا هذيك المايزينا مع هذيك البطاطا تشكل معنا على شكل عجينه كما راكم تلاحظوا فيها. بعد ما دخلنا هذوك 2 ملاعق كبار تاع النشاء، هذيك النشاء اللي درناها مش غادي تخلي لنا هذوك هذيك البعويدات ولا هذوك الايجاصات تاعنا يتحلوا لنا في وسط المقله. هنا بغيتوا تجربوهم الدكوره وجربوها في وسط المقله. الا نحلت زيدوا شويه تاع المايزينا، لما نحلتش عرفوها باللي هذيك هي صايره، هي راهي هذيك هي. هنا غادي نحاولوا نشكلوا هذيك الاجاصه، نعمروها من الداخل بالجبن تاع اي فرماج عندكم عمروا به. انا عمرت بهذاك تاع المثلثات، وانتم اي نوعيه عندكم عمروا بها. غادي هنا نشكلوا كرات ولا اجاصات ولا كيما تبغوا نتوما. وهنايا بعد ما نكونوا وجدنا هذو الاجاصات ولا هذو الكرات وجربنا الحبه الاولى وما نحلتش معانا، نكملوا نشكلوا كاع الحبات ومن بعد نبدو نقلوا فيه. هنا حتى الطريقه تاع القلي تاع هذا الاجاصات تلعب دور كبير هكا باش ما ينحلوا لكمش وباش ما يتخسرش الشكل تاعهم. غير قعدوا معايا راكم تشوفوا كيفاش غادي نقلوهم هذا الاجاصات تاعنا. كما قلت لكم هنا البطاطا ما تكونش بارده بزاف وما تكونش ثاني حاميه بزاف،
هنا البطاطا غير بلا ما مرستوها وخليتوها تبرد غير واحد شويه، وبدو تشكلوا فيها وتقلوها مباشره بلا ما ديروهم في الكونجيلاتير بلا والو. صدقوني ما ينحلوا ما والو، غير تجربوهم وغادي تشوفوا النتيجه تاعهم. هنا نبدو نقلو فيهم كيما راكم تشوفوا. هنا نجيبوا الطاوه ونديروا فيها الزيت نعمروه حتى شويه فوق النص هكا، باش من نحطوا هذوك الاجاصات تاعنا. والاجاصات ما ديرومش كبار كبار بزاف، ديروهم غير صغيرين هكا متوسطين يجوكم الباقي يجو خير. هنايا نقعدوا نقلوا في هذوك الاجاصات تاعنا. هنا ما تمسوهم لا بالمغرف لا والو، ما تقربوا لهمش المغرف حتى كيما يدوا معنا هاد التحميره عاد تقلبوهم. ما تمسوهمش، قعدوا غير تقيسوا عليهم هكا في الزيت. هنا ما تفوتوش 2 حبات في وسط الطاوه ولا 3 حبات هكا، باش ما يلصقوا لكمش مع بعضهم بعض ويتخسر الشكل تاعهم وما يجوكمش هكا. الشكل تاعهم يجيكم كيما راكم تشوفوا فيه مليح. وهنا يشوفوا معايا بعد ما طابوا ما يتخسروا ما والو، ما فيهم لا بيض لا والو. صدقوني ما ينحلوا ويجي الشكل تاعهم شباب ويجوا بنان. هذو لي كروكات ولا هذا الاجاسات ان شاء الله تجربوهم في هذا رمضان. وهنايا كان هذا هو الشكل تاع الجلبان تاعنا وتاع الطبق تاعنا بعد ما طاب. شوفوا معايا الجلبان تاعنا كيفاش ثاني طاب. ما لازمش يكون فيها المرقه بزاف كما قلت لكم في الاول. وهنا تبعوا كاع النصائح اللي عطيتكم في هذيك البطاطا تاعنا. كما قلت لكم ما تحتاج لا ديروها في كونجيلاتير لا تبردوها لا والو. تبرد غير واحد شويه وتبدو تشكلوا فيها. هنايا غير فوق البوطاجي بلا ما درتوكش حاجه، بلا ما غسلتوا الماعين هذوك تاع الماعين اللي طابوت فيهم واللي غلات فيهم، تغسلوهم وتعاودوا تولوا لهذيك البطاطا تاعكم تبدو تشكلوا فيها. واللي بغات تحطها في الفريجيدار واحد شويه مع رمضان يكون عندنا الوقت، بغات تطيبها حتى لوقت الفطور تخليها تشكلهم وتخليهم حتى لوقت الفطور تقليهم وما يتفتوا ما والو، وتجيو حمرين كيما راكم تشوفوا فيهم ما فيهم لا بيض لا حتى حاجه. غير جربوهم وغادي تشوفوا الشكل تاعهم شباب كيما نقولوا حنايا العين تاكل قبل الفم. وهنا يا خواتاتي كان هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه في هذا رمضان. ما تنسوش البنات الاعجاب بالفيديو، والاخوات اللي دخلوا جدد مرحبا بكم غالياتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.